يا ترى لو عندك جهاز قديم او ضعيف هنعمل فيه ايه؟ هنرميه؟ لا طبعا، هنطلع منه كل ذرة اداء ممكنة. انا التجربه اللي هنعملها النهارده دي انا عملتها على اجهزه يا جماعه كانت كورت ديو. الاجهزه كانت ميته بمعنى الكلمه، ما فيهاش امل، وطبعا ما كانش متحمل عليها غير ويندوز 7. بس ويندوز 7 من ساعه ما الدعم بتاعه انتهى ومشاكله بقت كتير وتعريفاته بقت قليله وبرامجه بقت قليله ومشاكله كترت قوي، ففضلت ادور في النسخ المعدله لحد ما استقريت على احسن تيم عمل احسن نسخه ويندوز معدله. دي اللي هنشتغل عليها النهارده ودي اللي هنشرحها النهارده ان شاء الله. طبعا بشكل مبدئي هنحتاج ننزل الايزو الاول. هندخل عند صفحه جوست سبيكتر على يوتيوب وهنبتدي نختار الفيرجن، اخر فيرجن هو منزله. مثلا احنا تقريبا مثلا اخر فيرجن منزله اللي هو ال 24 اتش 2 ده. هنخش على الفيديو بتاعه وهنيجي هنا هننزل على لينك الداونلود وهنيجي على جيت هير وهننزل لحد ما نلاقي لينكات الداونلود باخر ابديت هنعمل له داونلود. تمام، وهنعمل لها داونلود مثلا من اي ويب سايت موجوده عندنا. طبعا عشان هي موجوده عندي فانا مش هنزلها تاني، بس انا حبيت اوريكم ننزلها ازاي. هنحتاج برنامج عشان نحرق بيه الويندوز على الفلاشه، وطبعا مفيش احسن ولا اسهل من الروفوس. هننزله من الموقع الرسمي بتاعه باخر اصدار. لما نركب الفلاشه بتاعتنا هتظهر لنا هنا باسمها ايا كنت انت مسميها ايه والمساحه بتاعتها. اهم حاجه لازم تركز في المساحه بتاعتها عشان ما تفرمطش اي حاجه غلط او ما تسطبش الويندوز على اي حاجه انت ثانيه انت مركبها. هنختار الايزو اللي احنا نزلناه، هنسحبه بالشكل ده كده، نحطه في البرنامج، هيبتدي يعمل عليه سكان. اول ما هيديك ريدي هنا هتبتدي تظهر عندك شويه اختيارات جديده. اولا ده اسم الايزو، ملف الويندوز اللي هيتحرق على الفلاشه، ستاندرد ويندوز انستوليشن مش هنيجي ناحيتها في حاجه. المنطقه دي مهمه يا جماعه. صيغه البارتيشن اللي هتحمل عليه الويندوز دي عندك فيها 2 جي بي تي وام بي ار. لو غلطت في واحده من دول الويندوز مش هيتحمل معاك، ولما تخش في صفحه التحميل هيبتدي يظهر لك مشاكل ملهاش اول من اخر. طب عشان تسهل على نفسك حل المشكله دي هتعمل ايه؟ هتيجي مثلا على الديسك توب في مكان فاضي هنا كده مثلا، هتدوس ويندوز وار، او هتيجي عند السيرش هنا وتكتب رن. الرن زي ما انت شايفها كده هنا مثلا اهي. هتيجي في الرن وهتكتب سي ام دي، هيفتح لك الكوماند بتاع الويندوز. هتكتب اول امر هتكتبه هيبقى ديسك دي اي اس كي بي اي ار تي ديسك بارت. تمام، هتدي له التصريح هيفتح لك نافذه جديده. خلي بالك لو عندك نسخه ويندوز معدله مش لازم التصريح ده يجي لك. هتيجي عند هنا في الديسك بارت بقى هتكتب ليست ديسك وتدوس انتر. هيظهر عندك الديسكات اللي عندك على الجهاز كلها بمساحتها، والاهم من كده النوع بتاعها سواء جي بي تي او ام بي ار. هتبتدي تدور على الديسك اللي انت هتنزل عليه الويندوز. هنفترض مثلا ان هو الديسك 0 عندنا مثلا هو مساحته 223 جيجا مثلا. هنلاقي عندك تحت كلمه جي بي تي في نقطه، تحت كلمه جي بي تي في نجمه. ده معناه النجمه دي معناها ان الديسك ده جي بي تي. طب مثلا لو جينا عند الديسك اللي تحتيه اهو ال 2 تيرا بايت ده مثلا، هتلاقي مفيش النقطه اللي تحت الجي بي تي، يبقى الديسك ده ام بي ار. كده قدرنا نعرف ازاي هو جي بي تي ولا ام بي ار. بعد ما تخش هتشوف ديسك السي عندك بمساحته هل هو جي بي تي في نجمه تحت الجي بي تي ولا لا. طب لو ما فيش يبقى هو ام بي ار. هتيجي هنا هتختار لو هو اذا كان جي بي تي او ام بي ار. هتيجي هنا طبعا تختار اذا كانت جي بي تي او ام بي ار. طبعا انا هنا مثلا هختار جي بي تي ستارت. هيدينا شويه تحذيرات، هنقول له مفيش مشكله ماشي مفيش مشكله. هيعرفنا ان هو هيفرمت الفلاشه، هنقول له اوكي ونستنى الفلاشه تخلص. خلي بالك ان الطريقه اللي احنا بنعملها دي هي الطريقه اللي بتحرق بيها اي نسخه ويندوز على الفلاش ميموري. طيب وبمجرد ما يظهر لنا ريدي هنا كده معناها ان النسخه خلاص كده جاهزه على الفلاشه. كده هنبتدي ناخد النسخه دي ونروح على الجهاز اللي هنشتغل عليه النهارده. طيب لحد ما نحمل الويندوز ونعرف نشغل الاو بي اس تاني عشان نصور بيه، هنصور بالموبايل. هنركب الفلاشه في الجهاز اللي هنسطب عليه الويندوز وهنشغل الجهاز وهنبتدي ندور يا ترى الجهاز بتاعك البوت بتاعه من اف كام. طبعا انا الكيس اللي عندي اتش بي فالبوت بتاعها من اف 9. هندخل على البوت بعد ما ركبنا الفلاشه، هنلاقي الفلاشه ظهرت عندنا هنا بالاسم بتاع الفلاشه مش بالاسم بتاع الويندوز. هنختار الفلاشه وندوس انتر. هيبتدي يحمل معانا الويندوز وهنستعرض بسرعه كده خطواته الابتدائيه وتحميل سريع جدا عنه كده. اول ما الويندوز يبتدي يحمل في صفحه جوست سبيكتر هيبتدي يظهر لك الواجهه دي. الواجهه دي على فكره مفيده جدا، لان انت لو نسيت مثلا او لو الويندوز عندك كان ضارب مثلا او حاجه زي كده وسايب حاجات على الديسكتوب او على الداونلودز ومش محتاج تخسرها او مش عايز تخسرها، هتقدر تجيبها من هنا عن طريق ان انت هتيجي هتدوس على الاكسبلورر اللي هنا ده، هيظهر لك اهو، هيفتح لك الجهاز بتاعك بالكامل. لو دخلنا مثلا هنا هنبتدي نلاقي الملفات بتاعتنا كلها، مثلا دي ملفات الويندوز القديم بتاعي كلها. هتلاقي هنا كل الديسكات بتاعتك. هتدخل مثلا لو نفترض ان انت سايب حاجه على الديسكتوب او في الداونلودز مش عارف ترجعها، هتدخل مثلا على ديسك الويندوز القديم، يوزرز، اسم الويندوز، ديسكتوب مثلا هتلاقي كل حاجه بتاعت الديسكتوب موجوده هنا، داونلودز مثلا هتلاقي كل حاجه تخص الداونلودز موجوده هنا. تنقل اللي انت عايزه جوه الجهاز عشان تبتدي تحمل الويندوز على نضيف. بعد ما تخلص اللي انت عايزه كله هتبتدي تدوس على ويندوز سيت اب. هتبتدي تظهر لك الواجهه دي. هنا بتختار لانجويج تو انستول، بتسيبها انجلش زي ما هي لان مفيش غيرها، احنا مختارين الويندوز انجليزي. تايم اند كرنسي فورمات دي بتختار البلد بتاعتك اللي فيها. انا مثلا عشان احنا في مصر هنختار مصر وتدوس نيكست. دي بقى خطوه مهمه، دي انواع الفيرجنز او دي الفيرجنز اللي موجوده على الويندوز ده.
في عندك كومباكت وكومباكت زائد ديف. ديف دي المختصر لديفندر. انا واحد من الناس في الاجهزه الضعيفه بشيل الديفندر خالص ما بختاروش. كومباكت دي تقريبا تقدر تقول ويندوز 11 شبه كامله، ناقصه حاجات بسيطه او متشال منها حاجات بسيطه. سوبر لايت دي بتبقى نسخه مخففه، بيقول لك اهو الاصدار بتاعها والبيلد بتاعتها وزود ديفندر. بص لو جينا مثلا عندي دي هتلاقيها ويز ديفندر. طيب انا في الغالب لما بختار جهاز ضعيف جهاز قوي بختار سوبر لايت اس اي عشان اخد اخر ما يمكن. هو هنا هتلاقيه بيقول لك الفيرجن 23 اتش 2 البيلد بتاعتها وزود ديفندر، ريموف ستارت منيو بلس ستارت اول باك. خلاص دي ويندوز متشفي ما فيهوش اي حاجه، متشال منه كل حاجه عدا الحاجات الاساسيه اللي انت هتستخدمها عشان تاخد اداء صافي صرف. طب انت عايز تاخد حاجه شكلها يكون احسن شويه خليك في السوبر لايت. طب انت عايز تاخد حاجه كامله جهازك قوي جدا مفيش مشكله بالنسبه له هتاخد كومباكت مفيش مشكله. بس انا دي سوبر لايت اس اي دي انا كنت بجربها على اجهزه كورت ديو، كانت بتخلي الجهاز يشتغل ويرجع فيه الامل تاني انه يقدر يقضي المهام المكتبيه بتاعته من غير مشاكل. عايز تختار الديفندر مفيش مشكله، بس انا عن نفسي ما بختارش الديفندر، بحمل اي برنامج انتي فيروس كويس من بره انا عارفه موجود معايا حاجات على الهارد بتاعي، سهل جدا انك تلاقي اي انتي فيروس كويس وتحمله، وبرنامج مثلا يو اس بي ديسك سكيورتي كويس برضه تحمله، وانتهت المشكله بالنسبه لك على كده. هختار السوبر لايت اس اي وادوس نيكست. هنوافق على الاتفاقيات بتاعه مايكروسوفت نيكست. هنيجي هنا مالكش دعوه بابجريد، دي موال تاني كده هيبقى نشرحه تاني في فيديو لوحده. هيجي عند كاستم انستول ويندوز اونلي ادفانسد، هيجي هنا يظهر لك كل الديسكات بتاعتك بالمساحات بتاعتها. هتبتدي تدور على ديسك السي عندك القديم اللي انت عايز تعمل له فورمات وتمسحه فين هو، وتبتدي تعمل له فورمات وديليت. انا طبعا هنا مش همسح ديسك السي القديم، انا في ديسك انا مفضيه عشان احمل عليه الويندوز اهو. انا كنت مفضيه 85 جيجا من الام دوت 2 فاضيين كاملين. انت هنفترض مثلا ان انت ده هيبقى ديسك السي بتاعك، هتبتدي تراجع على التوتال سايز بتاعه والفري سبيس بتاعته. انا عرفته لان هو الديسك فاضي خالص، هو التوتال سايز والفري سبيس يعتبر شبه واحد. طيب انت احترت مثلا وانت شغال ومش عارف مش فاكر ديسك السي عندك كان انهي مساحه، هتقوم نازل تاني على هنا اهوت، هتجيب الاكسبلورر عادي ترجع مثلا هتدوس على ديسك السي مثلا هنا اهو، ترجع مثلا بره خالص هتلاقي دايما دور على ديسك السي، غالبا هتلاقيه في الاكسبلورر هنا اسمه ديسك الدي. هتخش عليه تتاكد البروجرام فايلز موجوده، الويندوز موجوده، كل حاجه موجوده، يبقى اذا ده ديسك السي القديم. ارجع بره هنا اشوف هو مساحته كانت قد ايه، مساحته كانت 151 جيجا والفاضي فيه 18 جيجا تقريبا. ارجع هنا بقى ابتدي ادور عليه اهو، مثلا هنلاقيه، ارجع هنا ابتدي ادور عليه لحد ما الاقيه اهو، هلاقيه مثلا 151 جيجا والفاضي فيه 18 جيجا تقريبا. خلاص كده احنا الحته دي اظن ما فيهاش مشكله. انا هختار، هتيجي عند ايا كان الديسك بقى اللي انت هتسطب عليه هتعمل له ديليت في الاول وتنزل هتلاقيه جاهز انلوكيت الديسك سبيس اهو، هتدي له نيكست عشان يبتدي هو لوحده يقسم الهارد ويبتدي يدي له الصيغه بتاعته ويحمل الويندوز معاك. ما تغلطش غلطه الام بي ار والجي بي تي، هتقف معاك في المكان ده ومش هيرضى يدوس نيكست. هنسيب الويندوز يحمل وهنفتحه وهنحمل الاو بي اس ونرجع لكم ان شاء الله من جوه الويندوز على طول، يكون الموضوع اسهل والصوره احسن بكتير. هنست اقول لك حاجه مهمه هنا، مالكش دعوه باي حاجه، سيبه هو يخلص كل حاجه مع نفسه. بس يفضل لو انت مركب النت في الجهاز او كابل النت في الجهاز شيله لحد ما الويندوز يفتح معاك. هنا هيطلب ان احنا نحط باسورد للجهاز، انا مش محتاج احط باسورد فهديله فينيش وهنسيبه يخلص ويفتح مع نفسه. كده الويندوز فتح. اصبر ما تعملش حاجه، هو لسه هيعمل شويه حاجات مع نفسه كده وبعدين هيفتح تاني وهيطلب ريستارت. بعد ما يعمل ريستارت كده يبقى هو فتح. هسطب الاو بي اس مباشره على طول وابتدي هسطب اول ما يفتح هسطب اهو. بعد ما اخلص هيطلب ريستارت هنعمل له ريستارت، واول ما يفتح هسطب الاو بي اس ونكمل الشرح بتاعنا على طول. ورجعنا لكم تاني بعد ما سطبنا الاو بي اس وابتدينا نجهز. دلوقتي انا ما رضيتش اعمل اي حاجه في الويندوز ده غير لما نشوفها سوا، عشان في حاجه حلوه قوي انا قررت كنت محتاج اوريها لكم في الاول. زي ما انت شايف احنا بنحمل الويندوز وخصوصا السوبر لايت واللايت ما بيبقاش في اي حاجه على الجهاز اول ما تفتحه غير هم الاربعه دول، السي بي يو زد، الجوست تول بوكس، وطبعا الريسايكل بن ومعاها زيس بي سي. وطبعا هنا مفيش اي حاجه متعرفه، مفيش اي حاجه متسطبه، ده الهارد بتاعي عادي خالص وده الاو بي اس اللي بيسجل. في حاجه جميله جدا في جوست سبيكتر ده ان انت بعد ما بنوصله نت ونتاكد ان هو وصله نت، ولو ما عندكش نت عادي هتوصل اي هارد عليه البرامج بتاعتك وتبتدي تسطب من البرامج بتاعتك مفيش مشكله. لكن هنا في حاجه حلوه قوي انا عايز اوريها. بعد ما نفتح الجوست تول بوكس ونسيبها تحمل شويه لحد ما تفتح هيقول لك ستاند الون ابديت، قول له نو، هيبتدي يفتح لك باورد باي جوست سبيكتر وهيفتح لك القائمه الجميله دي اللي تقريبا هتلاقي فيها كل اللي انت محتاج تشغل برامج مايكروسوفت تاني. طبعا ويندوز جوست سبيكتر المفروض او الهدف الاساسي منه ان هو بيشيل كل الحاجه بتاعت مايكروسوفت من الويندوز، الحاجات اللي انت ما بتستخدمهاش، الحاجات اللي ملهاش لازمه، اي حاجه ملهاش لازمه مش موجوده. عايز اقول لك مثلا احنا لو وصل الموضوع، تعال نشوف البينت موجود ولا لا. يعني بص حتى لو وصل الموضوع ان البينت موجود، البرنامج البينت الرسام القديم مش موجود الحديث القوي. لو اتكلمنا مثلا على النوت باد هتلاقي بص النوت باد القديمه
مش بتاعت ويندوز 11 خالص ولا بتاعت ويندوز 10 حتى. طيب مثلا نجرب ايه تاني؟ مثلا تعالى نيجي هنا على اول ابس. بص يعني انا عايز اقول لك ان الويندوز خلص ده كل اللي موجود على الويندوز. حتى لو دخلت على الاكسسبيليتي هتلاقي هو بس الماجنيفاير والناروتو والاون سكرين كيبورد وشكرا، مفيش حاجه تانية على الويندوز متشفي على الاخر. طبعا ده بيتغير مع الفيرجن، السوبر لايت واللايت مختلفين، انما الكومباكت غالبا هتلاقي فيه برامج كتير. انا مش فاكر ان انا جربت الكومباكت قبل كده كام مره. لو انت عايز تحمل حاجات من حاجات مايكروسوفت هو مقسمها لك اهي: اكشن سنتر، نوتيفيكيشن، كورتانا، البرينترز. طيب تعالى مثلا نجرب نخش على واحد دي نشوف فيها ايه. طيب تعالى نجرب مثلا كده واحد دي نشوف جواها ايه. حاجه مايكروسوفت دي مثلا هتلاقي جوه الاكشن سنتر، البرنت سبولر، الويندوز هالو، البايومتريك فور سوبر لايت، نون ادمنستريتور. طبعا لو انت عايز تشغل البصمه او بصمه الوش لو انت الجهاز عندك بيدعمه او لابتوب او كده. طب تعالى نجرب نشوف حاجه ثانيه مثلا. انا مش حابب اطول وقت الفيديو بس عايز اقول لك ان القائمه دي مليانه من كل ما تشتهيه الانفس. اي حاجه بتحلم بيها هتلاقيها موجوده هنا. لو انت عايز تشغل المايكروسوفت ستور تاني او الاكس بوكس كونسول او الاكس بوكس جيم بار مثلا، الميرا كاست مثلا لو اللابتوب، الاكس بوكس جيم باس فور بي سي، الوان درايف، يور فون، كل الحاجات دي خلي بالك بتبقى متشاله من الويندوز. محتاج تعمل ايه؟ في جوست بيرسونالايز هي دي بتقعد تغير في شويه الوان وشويه حاجات وشويه سيمز كده للويندوز. التيم بتاع الجوست هم اللي عاملينها. لو انت عايز تغير الاصوات، عايز تعمل ستاند الون ابديت، تشيك فور ليتست ابديت، ما انصحكش بالكلام ده كله. احنا بنحاول نشغل الجهاز باقصى اداء ليه وباقوى اداء ليه. ففي حاجات كتير جدا جميله هنا. احنا مثلا محتاجين من هنا ايه؟ انا محتاج اسطب براوزر، فهختار 51 ومن 51 اختار جوجل كروم. وبعد ما اختار جوجل كروم هتلاقي ان هو لوحده عمال بيحمله، هتلاقيه بيسطبه على حسب سرعه النت عندك. طيب بعد ما خلصنا التعريفات وخلصنا كل حاجه تعالوا نستعرض مع بعضنا شويه حاجات في الويندوز ده. اولا احنا اتكلمنا عن الجوست تول بوكس، اتكلمنا عن كل الامكانيات والاوبشنز اللي فيها. نتكلم عن حاجه كمان موجوده هنا. لو احنا دوسنا هنا كليك يمين كده شو مور اوبشنز هنلاقي في حاجه هنا اسمها كوست مود. دي حاجه جميله جدا في الباور اوبشنز. فيها لو انت بالاخص معاك لابتوب او مش معاك لابتوب حتى معاك كمبيوتر، انت من هنا بتقدر تغير الجهاز شغال على انهي وضع، سواء الباور سيفر او البالانسد او الهاي بيرفورمانس، جيم تيربو، دايناميك بوست، باور اوبشن. طبعا ممكن تفتح التاسك مانجر من هنا على طول، ممكن تتحكم في استخدام الرامات من هنا مباشره، ممكن تخلي الجهاز يقلل استهلاك الرامات للبرامج اللي موجوده عليه اوتوماتيك برضو عشان تركز في حاجه معينه. للي بيركز وبيدور كتير في شروحات اليوتيوب او بيتفرج على شورتس كتير، في حاجه اسمها جاد مود بنستخدمها لما بيكون التاسك مانجر مش قادر يقفل حاجه او مش عارف يتصرف مع حاجه. ده هنا بيجيب لك السيرفيسز والخدمات اللي دايره في الجهاز كله من اولها لاخرها، واماكنها والمسارات بتاعتها وبتعمل ايه وكل حاجه عنها. عندنا هنا كمان البينج تيست، ممكن تعمل بينج تيست لو انت شاك ان سرعه النت عندك فيها مشكله، على طول هيفتح لك السي ام دي وهيكتب الاي بي على طول وهيبتدي يعمل لك بينج تيست على طول. وعندنا الكليم بتاع التمبرري فايلز اللي هو بيعمل اوتوماتيك بينظف اي ملفات او اي حاجه مفتوحه وانت ما بتستخدمهاش. طبعا بالنسبه لاداء الالعاب فالجهاز كان الحمد لله. نيجي بقى للكلام عن الالعاب. الويندوز كان قادر يدينا اداء اعلى بنسبه من 10 ل 15 احيانا توصل ل 20% عن الويندوز 11 العادي. طبعا ده لان الجهاز ما فيش فيه حاجه كتير شغاله في الخلفيه، فتقريبا كل قوه المعالج وكل قوه كارت الشاشه رايحه في الحاجه اللي انت مشغلها. الويندوز ده جميل جدا في شغل المونتاج، بيريح جدا. انا كنت شغال بيه على جهاز كان اي 5 جيل 10 وكارت 750 تي اي، كنت بمنتج عليه فيديوهات بال 20 وال 25 دقيقه وما كانش فيه مشكله، كان بيدي اداء محترم واداء كويس. ندخل نشوف بقى مراجعات الالعاب والمقارنه الاداء ما بين الالعاب ونرجع لبعضنا تاني. ده كان باختصار شرح مبسط لويندوز جوست سبيكتر، النسخه المعدله من ويندوز 11 وفي منها من ويندوز 10 كمان اخف من دي بشويه. شرحنا ازاي ننزلها وشرحنا ازاي نسطبها على الكمبيوتر بتاعنا، شرحنا استخداماتها، شرحنا ازاي نستخدمها والفرق ما بينها، ورينا لكم فرق الاداء ما بينها. النسخه دي يا جماعه موجهه للاجهزه الضعيفه او للاجهزه القويه اللي انت محتاج تاخد منها اقوى اداء ممكن. في النهايه يا رب يكون الفيديو عجبكم ومستني رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.